حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بمناسبة بقى ان احنا في صيام العذراء، ربنا يعود علينا الايام دايما بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض قرص صيامي، قرص العذراء والملاك ميخائيل. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهنعمل كمان مع بعض كمية حلوة. بس انا هقول لكم طبعا اكيد مقادير الكيلو. بجد قرص حلوة قوي وطرية كده وطبعا قرص كلها بركة. وطبعا هنعملها بمقادير بسيطة وسهلة وموجودة كده في كل بيت، من غير لبن ولا من غير اي حاجة، وحاجات كده متوفرة عندنا في كل بيت. فبصوا القرص قد ايه هشة وحلوة قوي، بجد تحفة. تابعوا معايا الفيديو بقى وما تنسونيش باللايك، ونشوف القرص دي الحلوة اتعملت ازاي. انا عندي هنا 3 كيلو دقيق. طبعا انا هقول لكم مقادير الكيلو الدقيق. هنحط عليه طبعا ملح، رشة نص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وهنقلب طبعا كويس. ده المقادير الكيلو، لكن انا هنا زي ما قلت لكم عامله كميه، يعني عامله حوالي 3 كيلو. فانا هديكم مقادير الكيلو: نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السمسم، وده حاجه اختياريه براحتك، يعني مش حباها تمام ممكن تضيفي جوز هند كمان برضو براحتك. هنا هعمل تيست الخميره. هحط معلقه خميره، معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر ونص كوبايه ميه، وهقلبهم كويس وهركنهم على جنب. كيلو دقيق بياخد كوبايه من السكر. كوبايه السكر دي انا خدت منها معلقه لتست الخميره. هحط عليها كوبايتين من الميه، ميه دافيه. تمام، يبقى كوبايه سكر هحط عليهم كوبايتين من الميه، وهقلبهم كويس وهركنهم. طبعا انا بدوب هنا الاول السكر في الميه عشان ما رضيتش احطه في الدقيق، عشان مش بيدوب بسرعه في الدقيق وما يبقاش كده بيقرش. فانا حطيته الاول في كوبايتين ميه كده وقلبتهم وركنتهم على جنب. كيلو دقيق يا جماعه بياخد كوبايه زيت. تمام، بس زيت يعني يكون نضيف شويه، يعني ما يبقاش غامق قوي عشان ما يبانش طعمه في القرص. تمام، يبقى كيلو دقيق بياخد كوبايه زيت وكوبايه سكر، زي ما قلت لكم معلقه كبيره من الخميره. كوبايه السكر دي انا خدت منها معلقه لتست الخميره. تمام كده. هبس الزيت مع الدقيق كويس جدا، وحطيت معلقه كبيره من الخل. هبس الزيت مع دي، عايزاه زي حبيبات الرمل كده يبقى مندي. فايه هفضل ابس بيه كده بايديا زي ما انتوا شايفين بكل سهوله. عندك عجان يا سلام، يعني بجد تبقي ريحتي نفسك. بس انا طبعا ما عنديش، زي ما قلت لك، حابه تحطي بقى سمسم، حابه تحطي هنا جوز هند، حابه تحطي زبيب. انا هحط زبيب بس انا ما بحبوش كده مع العجين، انا بحب احطه في قلب القرص. بصوا هنا الخميره بتاعتي كانت ناجحه وفارت قد ايه، يعني انا حطيت حبه ميه صغيرين ملت الكوبايه. تمام كده. معلقه سكر ومعلقه خميره ونص كوبايه من الميه، وقلبته. هنا بقى الميه ام سكر اللي احنا دوبناها هنزل بيها بقى على العجين. عايزه اقولك ان هي يعني اتبقى، انا حطيت كوبايتين، يعني اتبقى تقريبا، هيتبقى منك ميه قليله خالص. فانت هتحطي حبه بحبه لحد ايه ما العجينه تلم معاكي وتبقى طريه، ما تبقاش ناشفه. طبعا اهم حاجه العجينه تبقى طريه وما تبقاش ناشفه في ايديكي. تمام، انا بصوا لسه ما خلصتش الميه، نزلت بيها على الرخامه. هدعك كده، محتاجه، لقيتها محتاجه لسه ميه، فهزود ميه وهفضل كده ايه اديله يعني. بصوا هعجنها حلو قوي قوي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. طبعا لو في عجان بيسهل كتير كتير كتير. عايزة اقول لكم ان انا كتافي وقفت، بس كله يهون طبعا. احلى ايام احنا بنعيشها، واحلى قرص بنعملها، بركة كلها بركة وخير في البيت. وبجد قرص طعمها لذيذ جدا، تقدروا تعملوها كمان للناس النباتيين، بجد خطيرة. ده اللي اتبقى من المية. هنا هدهن الطبق بتاعي حبة زيت، ونزلت كده بالعجينة بتاعتي. هغطيها طبعا، هسيبها بقى تخمر. هنا بعد ما خمرت كده سبتها حوالي ساعة ونص، يعني كنت مشغولة فسبتها شوية. هنا عندي الصواني بتاعتي اللي هقرص فيها القرص، دهنتها دهنة بسيطة من الزيت. طبعا انا بحشيها زي ما انتوا شايفين زبيب. الحاجات دي كلها اختياري، مش يعني براحتك، حابه تحطي تمام، مش حابه بس بتدي طعم حلو قوي كمان. والسمسم انتوا عارفين انا بحب جدا السمسم في المعجنات، في اي معجنات انا بحب السمسم. حتى عجينه البيتزا بحط لها سمسم يعني. طبعا الحجم اللي انت تحبيه اعمليه. في ناس بتعملها كمان اقل من كده بكتير، يعني بتعمل قرص صغيره خالص ميني كده. عايزه اقول لكم ان دي قرص الفران يا جماعه، من غير الزبيب. والله دي قرص الفران، يعني الفران بيعملوا القرص دي. فيعني
يعني وطعمها خطيرة والله، خطيرة بقى جنب كوباية شاي كده بتبقى خطيرة. ممكن كمان تاكلوها مع جبنة، ومش عايزة اقول لكم كمان طعم الزبيب حلو جدا جدا جدا. تقدروا تشيلوه وتعملوها كده سادة برضو بتبقى خطيرة. جربوها بجد هتعجبكم، طريقتها سهلة وخطواتها بسيطة. كل اللي احتاجناه معلقة بيكنج باودر، ونص معلقة ملح على كيلو دقيق، وبعد كده معلقة كبيرة خميرة، كوباية سكر، كوباية زيت، بس هو ده اللي احتاجناه. تمام يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم حابين تعملوها اصغر من كده دي حاجة ترجع لكم براحتكم خالص، حابين تعملوها المقاس ده برضو حلو يعني، كله شغال. بجد حلوة قوي والله، والله قرص خفيفة كده وخطيرة. وزي ما قلت لكم والله دي قرص الفران، يعني انا عايزاكم تجربوها كده وما تحطولهاش زبيب. تمام، هتلاقوها نفس قرص الفران. هنا سبتها كده تريح شوية. عايزه اقول لكم ان دي مش الكمية كلها، بس انا ما عنديش صواني زيادة، ف يعني شكلت الحبة دول وريحتهم. بعد كده هبططهم كده زي ما انتم شايفين، بس ما ترققهمش قوي. وهسيبهم يخمروا كده قيمة ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده هدخلهم فرن. انا عندي الصراحة الفرن حامية شوية، فرن البوتاجاز عندي حامي شوية. انتي تابعيها، هي ما بتاخدش وقت خالص خالص في الفرن، يعني ربع ساعة بالكتير وبتكون استوت تمام. وما بشغلش عليها الشوايه على فكره، لاني قلت لكم زي ما قلت لكم الفرن عندي حامي، فانتوا ايه تابعوها كده في الفرن، هي مش بتاخد وقت كتير في الفرن. انا هنا بططتها كده زي ما انتوا شايفين، وسبتها هنا بصوا كانت خمرت. هدخلها بقى الفرن وهتخرج لنا بقى بخير وسلامه كده. بجد احلى قرص والله، طعمها خطير يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. جربوها، قرص سهله، ولا لبن بقى ولا لبن رايب ولا الكلام ده، لا خالص. هنا ده لسه طالع من الفرن كان سخن كده، فايه انا بخرجه كده بالشوكه عشان سخنه ما قدرتش امسكها. بصوا سواها يعني هي محمره شويه بس خطيره. انا هنا زي ما قلت لكم ما شغلتش الشوايه، ده كان اول صاج انا خرجته. وهنا الكميه بقى بتاعتي كلها ما شاء الله كميه حلوه، يعني كنت عامله زي ما قلت لكم 3 كيلو. انتوا تقدروا بقى تعملوا مقادير الكيلو، انا اديتكم مقادير كيلو، تقدروا تجربوها في البيت. بجد سهله وخطيره، ومش عايزه اقول لكم بقى ريحتها وطعمها بجد في حته تانية. اعملوها بقى كده وخدوا بركه العذراء وبركه الصيام، بجد خطيره. كل سنه وانتوا طيبين، ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب. ولو مش صايمين كمان جربوها بجد هتعجبكم قوي. قرص كده سهله وخطيره، ومن غير بقى سمنه، ومن غير زي ما قلت لكم لبن ولا رايب ولا اي حاجه. بصوا القرص قطنيه قد ايه وهشه، بجد خطيره يا جماعه. الحاجات دي لما بتتعمل في البيت بيبقى ليها طعم تاني والله، بتبقى خطيره بجد. جربوها وقولوا لي رايكم بقى تحت في التعليقات. مش ما تنسونيش يعني، ما تنسونيش، هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم الحلوه ولايكات بقى عشان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات جديده. كل سنه وانتم طيبين. هسيبكم بقى مع القرص الخطيره دي، واشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامه. باي باي.